اللي قبلنا قالوا الكنز في الرحلة. اتعلم منهم، استمتع بالرحلة من غير ما تنتظر نهايتها. اللي عنده هم مستني الفرج عشان يعيش كويس، واللي عليه دين مستني السداد عشان يبدأ يعيش كويس، واللي عنده مشاكل مستني الحل عشان يبدأ يعيش كويس، واللي فقد غالي مستني الصبر عشان يبدأ يعيش كويس. طيب ما تعيش كويس، عيش كويس باقي جوانب حياتك، وسيب الفرج يجي في وقته، والسداد هيجي في وقته، والحل هيجي في وقته، والصبر جاي. ما تقلقش، ما تخليش مشكلة واحدة مهما كانت كبيرة أو مهمة تضيع عليك كل لحظاتك الحلوة. أهم حاجة في الوقت إنه بيتغير، وأهم حاجة في الإنسان إنه من الأغيار، يعني مش هيفضل طول عمره على حال. لكن الأكيد إن بعد كل هم بيعدي بتحس قد إيه هو كان سهل وإنت كنت مديله أكبر من حجمه. وفي الآخر بعد ما توصل لآخر طريقك هتعرف إن الكنز كان في الرحلة. اللي مستني لحظة معينة عشان يبدأ يعيش زي اللي ماسك الكنز في إيده ومش شايفه، لأنه مركز على نهاية مش أكيدة. الرحلة هي الكنز، كل خطوة فيها درس وفيها حكمة. ما تضيعش الحلو اللي قدامك مستني حاجة يمكن تكون أبسط مما أنت متخيل. عيش كل لحظة وتعلم إن الكنز في الرحلة. طيبوا نفسا فالأمر كله لله.